نادي سيراميكا كليوباترا يكثف جهوده لضم ظهير أيسر مميز بسبب رفض علي ماهر التام التخلي عن خدمات محمد شكري للأهلي قبل توفير بديل جيد له. اجتماع هام يجمع بين عمرو السولية ومسؤول سيراميكا كليوباترا اليوم للاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب بعدما أبدى موافقة مبدئية على اللعب للفريق بعد تواصل علي ماهر معه. الأهلي ينتظر نتيجة الجلسة التي ستجمع أحمد عبد القادر مع مسؤولي الحزم السعودي اليوم بعد الموافقة على بيع الموسم الأخير في عقد اللاعب مقابل 600 ألف دولار بالإضافة إلى بعض الامتيازات و20% من إعادة البيع مستقبلاً. مصدر داخل الأهلي أكد بعد غضب بعض الجماهير من التفريط في عبد القادر رغم علمهم بوجود مفاوضات من الزمالك مع اللاعب أن النادي عرض عليه التجديد والإعارة لموسم لكنه رفض تماماً ويتبقى في عقده موسم واحد فقط ويمكنه التوقيع لأي ناد في يناير دون الرجوع للأهلي. المصدر أكد أن النادي لا يتمسك بأي لاعب غير متمسك بالبقاء سواء كان عبد القادر أو غيره، وليس لدينا مشكلة في انتقاله للزمالك أو بيراميدز أو أي ناد آخر، فالنادي لا يحتاج خدماته حاليا ويمتلك لاعبين أفضل منه بمراحل في نفس المركز. سبق أن انتقل ناصر ماهر وغيره من لاعبي الأهلي إلى نادي الزمالك ولم يحدثوا الفارق، وقد وصف إعلام الزمالك عبد القادر سابقا بأنه سيكون صفقة القرن إن تم، وهو ما اعتبره البعض دعاية لتحقيق انتصار وهمي. صفقة القرن الحقيقية بحسب المصدر كانت ضم الأهلي للنجم الأول في الزمالك على مدار السنوات الماضية مجانا وليس لاعبا ترتيبه الثالث في مركزه بالأهلي والنادي فرط فيه بكامل إرادته. الجمعية العمومية بالأهلي ترفض بشكل قاطع تعيين لجنة من قبل وزير الرياضة لإدارة النادي حال تأجيل الانتخابات حتى لو كانت اللجنة من مسؤولي النادي الحاليين. هناك مقترحات داخل وزارة الرياضة بتطبيق تعديلات قانون الرياضة بعد إجراء الأندية للانتخابات في موعدها الطبيعي لتفادي الصدام مع الأهلي. نادي السويحل الليبي يتقدم بعرض رسمي لشراء حسين الشحات من الأهلي وينتظر رد النادي خلال الساعات المقبلة. نادي الترجي التونسي يرفع عرضه لضم اللاعب الفلسطيني أوغسطين منصور إلى 700 ألف دولار بعد دخول أندية مثل الوكر القطري في المفاوضات. نادي مودرن سبورت يضع جنش ونادي الزمالك في موقف صعب ببيان رسمي يؤكد أن أداء اللاعب في بعض مباريات الموسم الماضي كان يثير الشك والريبة وبه إخلال بالأمانة المهنية والاحترافية. نادي بيراميدز ينفي ما يثار حول اهتمامه بضم مصطفى شلبي جناح الزمالك.